في الآونة الأخيرة دخلت مصر عصر الإصلاح الاقتصادي والسياسي بطريقة علمية ومخطط لها، وهذا ما يتم تنفيذه الآن. تحلل هذه العبارة إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي الوظيفة المجتمعية النظرية النقدية العلمية. الصبح قلنا إحنا عندنا كام وظيفة؟ 2، وظيفة علمية ووظيفة مجتمعية. فأنا بستبعد النظرية والنقدية، وقلنا الوظيفة العلمية إن أنا بطور العلم نفسه، والوظيفة المجتمعية إن أنا باخد بقى اللي أنا طورته ده أطبقه في المجتمع. طيب بيقول لي في الآونة الأخيرة دخلت مصر عصر الإصلاح الاقتصادي والسياسي بطريقة علمية ومخطط لها، وهذا ما يتم تنفيذه الآن. يعني أنا دخلت في مرحلة التطبيق، يعني مبقتش تعليم بس، بقى دخلت في مرحلة التطبيق. وما دمت دخلت في مرحلة التطبيق يبقى أنا بتكلم على الوظيفة المجتمعية. يبقى أنا رقم 4 ألف. 5، وظيفة تسعى للكمال المجتمعي وتكوين مجتمع بدون مشكلات، فتعمل جاهدة للقضاء على الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها. تفسر العبارة السابقة إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي العلمية النظرية المجتمعية الناقدة. بستبعد النظرية والناقدة ويتبقى عندي العلمية المجتمعية. وظيفة تسعى للكمال المجتمعي وتكوين مجتمع بدون مشكلات، فتعمل جاهدة على القضاء. باينة أوي إن هي الوظيفة المجتمعية دي سهلة. س 5 ج. س 6، يميل الكثير من الشباب لعمل فيديوهات قصيرة على المواقع والمنصات المختلفة منها التيك توك، والهدف الحقيقي من ذلك هو الربح السريع والابتعاد عن الالتزامات الحياتية، فلم يعد لديهم حاجة لبذل أي مجهود. يعبر ذلك عن أحد أهداف علم الاجتماع، وهو الوصف، التفسير، التنبؤ. أنا بستبعد التحكم، ما بقولها لكيش أصلا. بيقول لي الكثير من الشباب بيعملوا فيديوهات قصيرة على المواقع والمنصات عشان إيه؟ يكسبوا بسرعة، يبتعدوا عن الالتزامات الحياتية، فما يبقاش لديهم، يعني ما يبقاش عندهم جهد مبذول ان هم يعملوا حاجة، ولا يلتزموا بالحياة، ولا بروتين مثلا معين ينزلوا لهم كل يوم فيديو، عايزين ايه؟ يكسبوا خلاص. انا هنا بتكلم على وصف الظاهرة، ولا بتكلم على تفسيرها اسبابها، ولا بتكلم على اللي هيحصل في المستقبل؟ مش بتكلم على اللي بيحصل في المستقبل. هل بوصف الظاهرة؟ والهدف الحقيقي من ذلك هو الربح السريع والابتعاد عن الالتزامات، ولا بفسر الظاهرة؟ الارجح ان انا بفسر الظاهرة، يبان من بره ان انا بوصفها، لكن الارجح ان انا بقول الاسباب. رقم 6 ب. 7، التغيرات المناخية من الموضوعات التي ظهرت حديثا على الساحة الإعلامية لمعرفة أسبابها والوصول لحلول لها، كما حدث في مؤتمر المناخ من 16 ل 18 نوفمبر بشرم الشيخ. تنطبق العبارة السابقة على إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي الوظيفة النظرية النقدية العلمية المجتمعية. بستبعد النظرية والنقدية، تبقى عندي العلمية والمجتمعية. التغيرات المناخية من الموضوعات اللي حصل كتير، بدأت يعني على الساحة الإعلامية عشان نعرف أسبابها والوصول لحل